قالت الرئاسة الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غادر إلى فرنسا اليوم الاثنين لإجراء فحوص طبية دورية. هذا وقد نقلت مصادر إعلامية جزائرية عن مصادر طبية لم تسمها قولها أن الرئيس بوتفليقة فارق الحياة فعلا اليوم الاثنين في مصحة سويسرية عن عمر يناهز 79 سنة. وبحسب ذات المصادر فإن السلطات الجزائرية تتكتم عن الموضوع لترتيب الأمر قبل الإعلان الرسمي عن الخبر. ولم يشاهد بوتفليقة في العلن إلا بين الحين والآخر منذ أن أصيب بجلطة دماغية في سنة 2013. وزار بوتفليقة مستشفيات في أوروبا عدة مرات منذ الإصابة التي أبقته في مستشفى في فرنسا لعدة شهور. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على إعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.